السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ اليوم جايب لكم شرح بيركات كول اوف ديوتي انفينيتي وارفير بحكم انه قرب ينزل. طبعا البيركات معروف والكل عارفها، هي ثلاثة انواع اللي هي الازرق اللي هو البيرك 1، البيرك 2 اخضر، والبيرك 3 الاحمر. طيب، زي ما انتم شايفين في الشاشة راح نبدأ من البيرك الازرق، ومن اليسار البيرك الاول اللي هو الريكون. الريكون وش يسوي؟ الريكون يخليك تكبر الخريطة اللي عندك، ويبين الخصم إذا أنت فلشته. أتوقع أنه نفس بيرك اللي هو كود 8، نفس الفائدة. البيرك الثاني اللي هو بلايند آي، هذا ما يخلي الطيارات تشوفك، اللي في السكور ستريك والسنتريكن معروف يعني. البيرك الثالث اللي هو بلاست شيلد. بلاست شيلد أتوقع معظمكم يعرفها، اللي هو نفس فلاك جاكيت. ما تتأثر بالقنابل، ما تتأثر بالار بي جي، تتأثر بس بنسبة أقل عن البيرك اللي بعده اللي هو ديكستريتي. البيرك هذا اللي هي يخليك تعشق السلاح وتبدله تغير السلاح إلى سكندري ويبن بسرعة، تقريبا نفس السلايت هاند والكويك درو مع بعض. طيب، البيرك اللي قبل الاخير اللي هو اوفر كلارك، اتوقع انه يعني معظمكم يعرفه من بلاك اوبس 3. يعبي القدرة الخاصة او سبيشال ابيليتي يخليها اسرع، بس بالنسبة لي احس انه ما في فرق، يمكن حتى اجزاء من 100 يعني فرق. ما علينا. البيرك الاخير اللي هو جوست، طبعا هذا البيرك نفس اللي في بلاك اوبس 3، انه ما يعني ما تقدر تستفيد من البيرك الا اذا جيت تركض. طبعا مرة يعني فايدة كبيرة، احسن من اللي يجيك يحط الجوست ويتك في الزاوية. طبعا الحين ننتقل للبيرك الثاني اللي هو البيرك الاخضر. اول بيرك اللي هو مومنتوم، يخليك تركض اسرع مع الوقت. يعني كل ما تجي تركض يزيد، يعني كل ما تركض تسرع في الركض. ما ادري كيف اشرح لكم اياها، بس اذا لعبتوه ان شاء الله بتفهمون. البيرك اللي بعده اللي هو هارد لاين، طبعا هذا البيرك اللي هو كل ما جبت 2 اسيست يحسبها 1 كيل، وينقص الستور ستريك، يعني تقدر تجيب ستريك اسرع. طيب، اللي بعده اللي هو تاكت ريزيست، هذا تقريبا نفس تكتيكال ماسك، نفس الفائدة، ما لا تتفلش من السن او الفلاش، بس يجيك اي ام بي. البيرك اللي بعده اللي هو تراكر، طبعا هذا البيرك في النسخة هذه مرة قوي. يخليك تشوف خطوات العدو بالارض، وبنفس الوقت يخليك تسمع الديد سايلنت. يعني البيرك هذا مرة خرافي في الشريط هذا. البيرك اللي قبل الاخير اللي هو الكولد بليدد. طبعا الكولد بليدد في النسخة هذه ما راح تستفيد منه، انه بس تختفي في الثيرمال او الحراري. الاسم حقك اذا احد صوب عليك يطلع، مو بزي الاشرطة اللي قبل طبعا، يعني خربوا البيرك. والبيرك الاخير اللي هو سكافنجر. سكافنجر يخليك تبدا الجيم برصاص اكثر، وتاخذ الرصاص من الجثث اللي هو يساعدك على انك تجمع سكور ستريك. ننتقل الى البيركات الاخيرة واللي هي البيرك 3 او البيرك الاحمر. اول بيرك اللي هو جنجهو. جنجهو هذا يساعد الناس اللي تحب تركض. يخليك تحط سكور ستريك، يخليك تفلش، يخليك تطلق وانت تركض، يعني مستحيل توقف. البيرك اللي بعده بيرك فايدته قوية، بس انا اشوفها سلبية على الشريط، اللي هي البين بوينت. هذا اذا طلقت على واحد وراح تخبى ورا الجدار، راح تشوف جسمه من ورا الجدار الى يمكن 3 ثواني الى ثانيتين كذا، حسب تأثير طلقاتك عليه. البيرك اللي بعده اللي هو هاردوير. هاردوير يخليك تمشي من عندك كلايمرات ولا تنفجر فيك، ما يخليك تتفلش من الام بي. ننتقل الى البيرك الرابع اللي هو الماركسمان. لمحبي سنايبر رجع الماركسمان نفس فايدة ماركسمان كود 8، الا وهي انه اذا جيت تصوب على واحد من بعيد راح يطلع لك اسمه فوق، يعني تقدر تشوفه حتى لو انه زابن في جحر. وصلنا الى البيرك اللي هو قبل الاخير، طبعا اللي هو الانجينير. الانجينير تقدر تشوف الكلايمر، التروفي، السكور ستريك، كلها راح تبين لك بعلامة حمراء، تقدر يا تفجرها او تمشي من عندها اللي يناسبك. والبيرك الاخير اللي هو الديد سايلنت. طبعا الديد سايلنت في هذه النسخة مرة بطل، راح يفيد حقين السيرش اند دستروي بشكل مرة كبير، الا وهي
الفائدة الأولى اللي هو الديد سايلنت المعروف، ما حد يسمع خطواتك، ساكت، قاعد تطير. الفائدة الثانية اللي هي نفس فائدة البلاست سبروسر في بلاك اوبس 3، ألا وهي أنه لما تيجي تنط ما راح يسمعون الإكسو حقك وأنت ناط. فمرة بطل، وشكرا أنهم مدوا هالبيركين في بيرك واحد. وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع. أتمنى أفدتكم في شرح البيركات، وأتمنى الجيم بلاي عجبكم. لا تنسون الاشتراك واللايك، وفي أمان الله.